السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباحكم مشرق بنور الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في كل نفس ووقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. النهاردة يا حبايبي إن شاء الله هنعمل برام لسان عصفور باللحمة. معايا كده يا حبايبي نص كيلو لحمة قطع تكون متقطعة كده تقطيعة وسط كده. ننزل بقى كده يا حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم. منزلش بقى مرة واحدة بحيث الطاسة ما تبردش قوي منها. بسم الله. اللهم اهدي اولادنا واشفيهم ونجحهم واصلح احوالهم يا رب العالمين، وارزقنا هدايتهم يا رب، وعنا على برهم يا رب، ووفقنا فيهم وفي تربيتهم يا رب العالمين. اللهم اشفيهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين، وسهل الصعب كله يا رب للي بيمتحنوا، وفرح اهاليهم بيهم وبنجاحهم يا رب العالمين. بسم الله ما شاء الله حبايبي. الطاسه ما بردتش مني ولا اللحمه نزلت ميتها ازاي، عشان ما نزلتش دي مره واحده. ما شاء الله يا حبايبي، خدت صدمتها من غير ما شاء الله ولا تنزل نقطه ميه اهو. اللهم بارك، عشان تفضل طريه معاكي كده وطعمها فيها، عشان ما فقدتش السوائل اللي هي فيه. لكن لو حطيتيها كمية كلها والطاسة بردت منك تبص تلاقيها جابت ميتها كده وما بيبقاش طعمها احسن حاجة. في الوقت ده بقى يا حبايبي بصلاية معايا كبيرة او 2 متوسطين انزل بيهم كده، ياخدوا تشويحة معاهم كده. مش هبهر برضو دلوقتي خالص. ما شاء الله يا حبايبي، شوفوا ما شاء الله البصلة اتكرملت وبقت جميلة ازاي. في الوقت ده بقى بسخن برضو معايا كوباية مية كده، بحيث ما تشرب السوائل بتاعها. ازود زي ما بيقولوا شقشاق بشقشاق، يعني بقوا مية بقوا مية كده عشان اللحمة تستوي معايا. هنا بقى يا حبايبي هنضيف كزبرة ناشفة، حبهان بودر، فلفل اسود، جنزبيل، قرفة، معلقة سكر صغير. السكر فايدته هنا يا حبايبي بيسرع من سوى اللحمة وبيكرمل معاك السكر ويديكي في النهاية ما شاء الله طعم جميل ومميز لأكل. شوفوا حبايبي ما شاء الله المية تغلي معايا واقوم جاية مزودة زي ما بنقول كده شقشاق مية كده يا حبايبي. ده بقى فايدته يا حبايبي عشان نضمن ان اللحمة تستوي براحتها. احنا ما بنسلقهاش، احنا كده بنديها طعم جميل بحيث اما نعمل طاجن لسان عصفور تطعموا معانا. اللهم بارك. الله يصلح حالكم يا حبايبي ويسعدكم ويسعد ايامكم ويسعدكم بحبايبكم يا رب، يرضينا فيهم جميعا يا رب، يجعلهم لنا جميعا ذرية صالحة يا رب. اللهم امين يا رب. يسعدكم ويسعدكم بحبايبكم في الدارين يا رب العالمين. اللهم امين. الف شكر يا حبايبي لكل اللي بيشترك وكل اللي بيدعمني. الله يسعدكم ويسعدكم بحبايبكم يا رب. شوفوا يا حبايبي ما شاء الله اللهم بارك. ما شاء الله يا حبايبي اهوت اللحمه استوت وبقت بسم الله ما شاء الله. شايفين اللون الجميل؟ اللهم بارك. نقوم ضايفين لها بقى شوفوا يا حبايبي، شوفوا السوا ما شاء الله استوت ازاي. نضيف لها بقى الملح بتاعها. طبعا زي ما احنا كلنا عارفين اللحمه ما بنضيفلهاش او اي لحوم عامه الا ما ما بتستوي. دلوقتي بقى نضيف لها الصلصه بتاعتها.
دي عبارة عن طماطم غليها يا حبايبي. اهم حاجة بتقعد في رف التلاجة بالعشر ايام وبال15 يوم كمان، ولا بيجرى لها اي حاجة. اهم حاجة المعلقة اللي بتستعمليها ما تحطهاش فيها، عشان كده ما تخليهاش تفسد معاكي وتأثر من صلاحيتها معاكي في التلاجة. اما بتتغلي كده حبايبي وبتبقى في التلاجة بتوفر عليكي مجهود كتير وبتسهل عليكي اي طبخ. حطينا بقى الصلصة، وهنا حمرت لسان العصفور اهو يا حبايبي. عايزه تحمريه بسمنه، عايزه تحمريه بزيت، اللي يريح. انا حاولت احمره هي معلقه زيت واحده عشان ما يبقاش فيه اي دهون خالص. وطلعت معايا البرام اهو اللي هشتغل فيه ان شاء الله، وسخنت الفرن بحيث تبقي مظبطه كده حاجتك ومرتبه افكارك. اللي بتعمليه بيسهل عليكي الوقفه في المطبخ. الصلصه اللهم بارك شكشكت معانا يا حبايبي. نضيف لها الميه بقى اللي هنسوي فيها لسان العصفور. لو عايزه العيار يطلع معاكي مظبوط عايري لسان العصفور يا حبيبتي، نفس العيار اللي هتعايريه للسان العصفور ذات نفسه، عايري بيه التسبيكه معاكي هنا، بحيث ما يبقاش فيه اي مجال للشك ان هو ما يستويش معاكي. نسيبه بقى ياخد غلوه ارجع معاكم تاني يا حبايبي. غلت معانا يا حبايبي، نقوم ضايفينها بقى على لسان العصفور كده. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركة بسم الله، يقوينا ويعيننا جميعا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. كل نفس ذائقة وحيد. ناخدها بقى غلوة كده يا حبايبي قبل ما نحطها في البرام، عشان تبقي ضامنة السوا والدنيا معاكي زي الفل ان شاء الله يا رب. ما شاء الله يا حبايبي خدت غلوة اهيت. نقوم جايين بقى مفضيينها في قلب البرام، ونتأكد قبل ما نعمل اي خطوة ان احنا نبقى مسخنين الفرن معاه. ممكن كمان تسخني البرام لو عايزاه ينكز معاك، مش عايزة تسخنيه تمام عادي. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الخطوات دي يا حبايبي بتسهل معاكي وبتخليكي تتأكدي من سوى الحاجة. اللهم بارك. نحطيه بقى يا حبايبي ونحطه على الرف الوسطاني. شوفوا يا حبايبي ما شاء الله اللهم بارك، شوفوا الجمال ما شاء الله والسوى. نشغل نشغل بقى الشواية عشان ياخد وش كده من فوق. متهيألي كده المنظر يتحدث عن نفسه. نطلع بقى يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركة الصلاة على النبي. شوفوا يا حبايبي الجمال، اللهم بارك. واحكموا انتوا بقى يا حبايبي. شايفين الفلفلة اللهم بارك، شايفين اللحمة الدايبة دوب. ان شاء الله هتعمليه وهتتهني بنتي وحبايبك، وكل من ده ومنك هيشكرك على العمايل الجميلة دي. ما شاء الله شوفوا اللحمة دايبة دوب ازاي يا حبايبي، شوفوا لسان العصفور مفلفل ازاي. يا رب يا حبايبي يكون الفيديو ممتع بالنسبة لكم وخفيف كده ويكون دخلت قلبكم. وما تنسوش اختكم باللايك والاشتراك والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.